ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. ايه رايكم بقى؟ يلا بدل ما بالغالي تشتروها وتحطوا فيها 200 جنيه او 200 وشويه، يلا نعملها باقل التكاليف، بحوالي 20 او 25 جنيه. هي ايه دي؟ عايزين تعرفوا؟ طب لو عايزين تعرفوا يلا بقى حطوا لايك للفيديو كده، ولو اول مره تشوفي القناه اشتركي فيها، وتعالي معايا اما نشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا هنعمل دلوقتي الجبنه الكريمي. انا هعمل جبنه كريمي بالزيتون وبالبسطرمه. زي ما انتم شايفين المكونات بتاعتي هي عباره عن جبنه قريش. هجيب خرطتين جبنه قريش وشويه لبن، دول موجودين في اي بيت، وحبه لبن بودره. يعني كيس ملوى الصغير ده حوالي تقريبا 5 جنيه او 6 جنيه. وشويه زيت طبعا موجودين في كل بيت، وانا هحط ملح كمان عشان الايه الجبنه القريش بتاعتي دلع. وهنا زي ما قلت لكم هعملها بالبسطرمه وبالزيتون. اول حاجه هعمل اللي هي بالزيتون. انا عملت الطعمين دول لان انا ولادي لما اشتريت قبل كده هم حبوا الطعمين دول، اكتر طعمين حبوهم يعني. هجيب بقى خرطة الجبنة القريش واحط عليها الخرطة اللي قطعتها، وهجيب الكبة واحط عليها بقى شوية لبن ومعلقتين لبن بودرة وشوية زيت، يعني حوالي معلقتين زيت ومعلقتين 3 لبن. وطبعا احط شوية ملح لان الجبنة القريش دلعة، ولبن البودرة زي ما انتم شايفين. وهجيب ايه الزيتون، انا جبت ب5 جنيه زيتون. بالمناسبة خرطة الجبنة ديت أقل من ربع كيلو، وكيلو الجبنة كله ب40 جنيه، الجبنة القريش يعني. فعشان كده أنا بقول لكم هي هتتكلف من 20 ل25 جنيه. طبعا لأن اللبن عندنا والزيت عندنا والملح، حطيت أنا الزيت والملح وكده. طب أنا جبت الجبنة دي قبل كده، جبت أقل من ربع كيلو، حاجة بسيطة كده، عملت حوالي 40 جنيه، ما أكلتش حد، ما اعملش سندوتشين 3. عشان كده ايه فكرت ان انا اعملها. وطبعا زي ما انتم عارفين دلوقتي كله بيوفر وكله بيحاول يعمل اكلات كويسه وفي نفس الوقت يوفر. دي طبعا مفيده جدا لانك حطيت لها لبن طبعا مع وجبنه القريش كمان مفيده جدا وصحيه. فانت عملتي حاجه طعمها حلو ومفيده. وجبت ب5 جنيه بالظبط ب5 جنيه زيتون، ما خدتوش كله كمان، اللي هو الزيتون بتاع البيتزا ده المخلي. هنحط بقى المكونات دي كلها على بعضها. هنبدأ الأول زي ما انتم شايفين بالزيتون، اللي هي الجبنة بالزيتون، ونبدأ نشغل ايه الكبة من دقيقتين ل3. انا ما بفرمهاش قوي، يعني مش بفرمها قوي عشان يعني يبان فيها الطعم ويبان فيها كده الايه الزيتون وانتي بتاكليها يعني. اهوت عملتها، ده الملمس بتاعها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها ناعم جدا وجميلة، وإلا طعمها بجد تحفة. انت بقى ممكن كمان مثلا تجيبي جبنة شيدر وتعمليها بالجبنة الشيدر، ممكن تعمليها بالجبنة الرومي. هي جبنة كريمي عموما بتبقى بأي حاجة، زي الجبنة كوبايات كده أو البرزيدون. وبتحطيها بقى عندك في علبة تلاجة، في علب من اللي هي الباغ ديت اللي أنا أصلا بجيب فيها الجبن. بتبقى في العلبة دي، شوفوا هي ملت العلبة قد ايه، دي الخرطة الواحدة ملت العلبة، ويتبقى كمان حبة في الكبة أحطهم في طبق ليه لحد ياكلهم. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ كريمية وجميلة جدا. دي اول حاجه اللي هي ام زيتون. بعد كده بقى هعمل بالبسطرمه. اجيب برضو خرطه جبنه واحده، هي خرطه جبنه واحده قطعتها عشان احطها تبقى سهله. المره اللي فاتت كانت وانا بحطها في الكبه وقعت مني كده. بقى ببدا بقى بقطعها صغير كده واحطها زي ما انتم شايفينها بالشكل ده اهو. واحط عليها برضو شويه ملح زي ما قلت لكم عشان هي دلع. ممكن تكوني جايبه الجبنه القريش مالحه فما تحطيش عليها ملح. ومعلقتين اللبن النيدو وشويه لبن وشويه زيت، زي ما قلت لكم صحيه جدا. انا هشغل لكم الاول الكبه عليها قبل ما احط عليها البسطرمه عشان اوريكم ازاي بتبقى ناعمه جدا. وممكن كمان تجيبي بقى لو نفس الموضوع وتحطي عليها شويه قشطه وتضربيها بالقشطه، هتبقى تحفه. تبقى كريميه بس كده بدون اي اطعم، وهتبقى جميله جدا. انا حطيت عليها المكونات الاول من غير البسطرمه، وهبدا بقى اضربها اهو. طبعا من غير اي حاجه، تبقى ملمسها ناعم جدا جدا، كريميه خالص. طبعا انتوا عارفين اصلا الايه اللي خلاني فكرت اعمل كده، ان انا بجيب الجبنه القريش ومش كله بيرضى ياكلها، يعني الولاد احنا اللي بناكلها لكن الولاد لا، ما حدش بيبقى عايز ياكلها. فما عملتها كده عجبتهم قوي قوي بصراحه. هجيب بقى البسطرمه. طبعا ممكن حد يقول لي ايه، طب البسطرمه ده البسطرمه ب 400 جنيه الكيلو. انت هتروحي للسوبر ماركت تقولي له عايزه ب 10 جنيه، هيديكي حتتين زي دول، او ب 20 جنيه لو عايزاها تبقى البسطرمه باينه فيها قوي، ب 10 جنيه او ب 20 جنيه.
بس يعني مش بالضروره انك تجيبي كيلو ولا الكلام ده، اي سوبر ماركت دلوقتي بيبيع الكميه اللي انت عايزاها. حطيت بقى بعد ما ضربتها خليتها سايله كده، هجيب بقى الايه البسطرمه واقطعها واحطها عليها وابدا اضربها بقى بالشكل ده. انا برضو مش هضربها جامد عشان تبقى باين فيها حته البسطرمه هما بياكلوها. انت كده اكلتيهم بسطرمه طبعا. كميه البسطرمه مش هتكفي حد، لكن احنا عملناها اهوت، هي حتى مديها لون محمر شويه عشان انا حاطه لها بسطرمه كتير. وبرضو هنزلها في الطبق كده زي ما انتم شايفين. كده احنا عملنا جبنه كريمي، تمنها غالي جدا جدا، زي ما قلت لكم بتعمل حوالي 200 جنيه كيلو. اللي انا عملته دوت كميه كبيره، يعني مقاربة لنص كيلو بحوالي 25 جنيه، او ما كملش كمان 25 جنيه، لان معظم الحاجات عندنا من البيت. وطعمها حلو قوي قوي، ويا ريت تجربوها. ودي احنا مستمرين برضو في اكلات التوفير، ان احنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت ناكل ولادنا حاجة كويسة. وان شاء الله تعجبكم، بالهنا والشفا. اشوفكم في فيديوهات جديدة.